بعيدا بقى عن العبط والتخبيط والكلام الأهبل ده، دلوقتي الزمالك بيديك هدية، يعني هي مش هدية قوي بس على الأقل اداك ايه، اداك نفحة كده. وانت بكل بساطة، لا ازاي يا جدع، ازاي يا جدع تتعادل مع انبي، اخسر لك من بيراميدز وبالتلاتة. طبعا كنت قايل قبل كده ان محدش يتعشى من الاهلي يكسب بيراميدز، بس بعد اللي حصل في ماتش الزمالك وانبي قلت خلاص بقى، يعني الاهلي مالوش حجة، اللعيبة هتنزل تاكل النجيلة. هو اللعيبة فعلا نزلت لحست النجيلة. اداء صعب، اداء صعب قوي، اقسم بالله اداء بشع. فيستون مايلي اللي كان كله بيتريق عليه وكان كله بيعمل، واللي ما رضناش نجيبه الاهلي، اشوف بيطلع لك لسانه في الاخر. والله ليه الحق، ليه الحق، ما انت مش عايز تجيبه الاهلي والراجل حط رقع الجونين ولاد لذينه يعني. مش اللي هيجنني، اللي هيجنني والمشكله في الموضوع اللي حصل ان بيراميدز ما كانش بالاداء الجامد اللي يخليه يكسب كده، بس انت اللي كنت وحش علشان تخسر كده، تضيع جون واثنين وثلاثه وبعد كده ترجع وبعد كده مش عارف ايه وبعد كده دنيتك بايظه واللعبه مش عارفه تلعب ومفيش روح. فطبيعي ومنطقي جدا ان ده يحصل، ودي اقل حاجه هتحصل، واللي جاي اصعب بكتير.